فايل مرتبات جاهز هيوفر عليك وقت وغلطات كل شهر. اشترك في القناة عشان يوصلك كل الملفات الجديدة. هشرح الملف بسرعة. هنا انت المفروض بتعمل البيانات الاساسيه اللي عندك، كل ما هو باللازر انت اللي بتكتبه، الشامل وبدل المواصلات. طبعا المكافآت والحوافز والعموله ملهاش لائحه واضحه، بس انا سايبها عشان تضيفها عندك، ولو حبيت اعمل لك لائحه معينه افصلها لك مفيش مشكله. هنا بتكتب عدد الساعات الاضافي النهاري والليلي، وعدد ايام اضافي راحه اسبوعيه والاجازه الرسمي. هنا هو الملف بيحسب لك الاضافي حسب القانون. الساعة النهاري ب1.35%، الساعة الليلي ب71%، الراحة الأسبوعية المفروض بيوم زائد يوم بديل، الأجازة الرسمي اليوم بيومين. هنا أجر الاشتراك هو بيشوف الشامل وبيشوف البدلات، بيشوف نسبة الإعفاء البدلات المعفاة 30% زي ما شرحنا قبل كده، وكمان بيشوف الحد الأقصى اللي هو بتاع يناير 2026 16,700، وبيطلع لك هنا في الآخر أجر الاشتراك. هنا إجمالي المرتب بيجمع كل اللي فات. هنا بقى نيجي في الاستقطاعات. الاول بنطلع حصة الشركة في التأمينات عشان نبقى شايفين الربط بتاعنا قد ايه. حصة العامل في التأمينات عشان الخصم بتاعه 11%. صندوق أسر الشهداء 5 على 10,000 الضريبة، وهنا مخفي هنا طريقة الحسبة لو انت عايز تشوفها، ولو عايز اعمل فيديو اشرح فيها الضريبة مفيش اي مشكلة. وهنا بتكتب عدد ايام الغياب، وهنا طبعا هعملها انا خصم اليوم بيوم او حسب اللائحة عندك. هنا الجزء وهنا بيخصم اليوم بيوم حسب اللائحة عندك، وبعدين هنا الاستقطاعات، وبعدين هنا الصفر. ده طبعا ملف مبسط قوي قوي للمرتبات. لازم برضو نبقى احنا فاهمين ان كل شركة وليها طريقتها في عمل المرتبات. لو عايز اي مساعدة في ملف معين او عايز الملف ده ابعتلي واعمل لي كومنت بالميل بتاعك وانا ابعته لك.